السلام عليكم. اخبار حضراتكم ايه؟ ده فيديو جديد عن الادوية في مصر. يا جماعة، الادوية في مصر بتزيد كل يومين كل اسبوع في الخباثة. ولا الاعلام بيذكر الكلام ده، ولا برامج تلفزيونية، ولا الدولة بتطلع بيان بزيادة الاسعار، ولا اي حاجة خالص. اهو انا جايب بس نوعين بس. خلاص انا مش هقدر اجيب كل الانواع اللي بستعملها، لان بسم الله ما شاء الله كتيرة يعني. ربنا يعافيكم ويعافي الناس كلها ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب. كل شوية أجيب، ومفيش مسافة كبيرة يعني، ببقى جايب مثلا علبة وبعد أسبوع أجيب علبة نفس العلبة، ألاقي زادت وزيادة رهيبة. يعني ده نوع هوت، بصوا، 150 جنيه. ده السعر القديم اللي هو مفيش معداش عليه أسبوعين بالكتير. ده السعر الجديد 175 جنيه. أهو تخيلوا، 25 جنيه زيادة في نوع من أنواع الأدوية في خلال أسبوع أو أسبوعين بالكتير مثلا. والنوع ده كان أساسا ب99 جنيه، فضل يرفع لغاية ما وصل ل150 زي ما انتوا شايفين. بعد كده رفع وصل لكام؟ أهو العلبة دي امبارح لسه شاريها امبارح 175 جنيه. طبعا الأدوية بتاعتي سعرها معقول يعني. ده في ناس بقى اللي بتجيب الأدوية الغالية اللي هي ب600 و800 و1000. تخيل دي بقى الزيادات فيها بتبقى بكام. خلاص، ده نوع تاني اهو. بص يا جماعة، كانت ب34 بقت ب42. الكلام ده في خلال برضو نفس الحكاية، لأن أنا عندي أمراض مزمنة فبستعمل الأدوية دي على طول، كل شهر كل شهر أجيب الأدوية. وطبعا ولا تأمين ولا بتاع يعني، ربنا المستعان. ب34 جنيه بقت ب42 جنيه اهو. كله كده، كل الانواع كده. انا بس جبت دول كده يعني اصورهم عشان تشوفوا الزيادة. الانسولين بستعمل نوعين من الانسولين. الانسولين كل شوية تبص تلاقي السعر رفع، السعر رفع، السعر رفع. ايه ده؟ ايه ده؟ وكله في الاخر هيقول لك ما هو الخامات والاستيراد والدولار يا جماعة مش بالطريقة دي. لا، في زيادات غير مبررة، زيادات كمان رهيبة. يعني علبة زي دي من 150 ل 175، يعني زيادة 25 جنيه مرة واحدة. مرة واحدة 25 جنيه. وزي ما بقول كانت دي ب99 جنيه، زادت لغاية ما وصلت 150. فوجئت امبارح جايبها لقيتها ب100، ودي لسه ب150 اهي، لسه دي بستعملها. فيها حاجة بسيطة يعني وقربت تخلص. دي نفس الحكاية. دي 25 جنيه زيادة. دي كام؟ 8 جنيه زيادة. اهو كانت ب34 ونص، وقول يا سيدي 35، وبعد ب42. وكل يوم بقى في زيادات، مش يعني. يعني انواع عندي كتيرة جدا. كل ما اجيب افاجئ ابص الاقي عندي علبة قديمة زي كده، ابص على الجديدة الاقيها بسعر مختلف عن القديمة. الفواتير، انا بحب احتفظ شويه ببعض الفواتير. اجيب فاتوره ابص الاقي السعر كان كذا وبقى كذا. وزيادات في الادويه بال20 جنيه والتلاتين والخمسة وطبعا زي ما بقول دي ادويه الحمد لله رخيصه يعني، سعرها معقول يعني. لكن في ناس بتستعمل ادويه غاليه جدا. فمين يقول الكلام ده؟ مين يرضى ربنا؟ فين الدوله من الكلام ده؟ ليه ما بتطلعش طيب بيان بالاسعار انها زادت، باسعار الادويه اللي بتزيد كل شهر؟ ليه؟ ليه الاعلام ما بيذكرش اللي بيقعد بس يقول ما اعرفش ايه وبتاع؟ ليه ما بيجيبش ويقول يا جماعه في زياده في الادويه، والناس والمرضى دول هيجيبوا منين ولا هيعملوا ايه؟ فانا حبيت بس يعني ايه، وكل فتره كده هجيب لكم ادويه برضو كده يعني. لكن ما حدش، ولا زمان كنت الاقي في الجورنال في الجرايد في التلفزيون في القنوات جايين يقول لك في زياده في الادويه كذا وكذا، الصنف كذا وبقى كذا وقبل كذا. لا دلوقتي خلاص كل الشركات بتزود في الادويه في الخباثه، ومحدش حس بالموضوع. الدوله فين؟ معرفش. هل هي الزيادات دي فعلا تستحق، ولا دي زيادات غير مبرره؟ الله اعلم.
لكن كل شوية يزودوا في السعر، لا ده حرام والله. ارحموا المرضى شوية، ارحموهم. ما مش كل الناس بتجيب أدوية من التأمين والكلام ده، مش كل الناس عندها تأمين. وربنا يعني يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. وفي النهاية المرض مش وحش، ده المرض يعني ابتلاء ومن ربنا سبحانه وتعالى، وهو شيء كويس يعني، لأن إن شاء الله خير للإنسان المرض ده. لكن أنا بتكلم عن الزيادة الغير مبررة للحاجات دي. وفين الدولة؟ ما بتصدرش بيان ليه؟ وليه ساكتة إن كل شوية شركات الأدوية تغلي الأدوية بالطريقة دي؟ ليه؟ مفيش محاسبة خلاص لأي حاجة؟ ربنا يلطف بينا ويرحمنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.